وشوش بتقع قدام عينيك كل لحظة. وشوش شبهك ومش شبهك، ماضي مختلف وواقع مختلف وحلم مختلف. هو ده الشارع، هي دي الحياة. أحلام عينيك بتقع عليها كل يوم وكل لحظة. أحلام ما تقدرش تفسرها من مجرد نظرة، بس ممكن تشابك النظرات يخلق حلم. ممكن كل شخص عابر يسيب جواك أثر. يا ترى كام شخص عدى عليك قدام عينيك كل لحظة في باب الحديد محطة مصر؟ دي محطة مصر، قلب المدينة. كل دقيقة بيطلع منها قطر، وكل دقيقة بيوصل فيها قطر. محطة مصر، الواقع اللي بيقع قدام عين عم مدبولي كل يوم، الفوضى اللي بيشوفها بعينيه، الفوضى والحلم المشوش اللي سابوا أثرهم على قناوي الأعرج وسط عالم أسرع منه. دواير كتيرة قدر يقدمها يوسف شاهين وحدوتة عبد الحي أديب في قلب المحطة. دواير بتوسع وبتكتر كل لحظة، ما بين دواير مجتمع المحطة ودواير زوار المحطة. خلينا نتكلم عن مجتمع المحطة اللي الخط الرئيسي للدراما بيدور جواه. قناوي، البطل المهمش الأعرج اللي مش قادر يكون البطل حتى في قصته، اللي في أول الحدوتة عم مدبولي بيلاقيه على رصيف المحطة كأنه جزء من الأرض ومن تهميشه. أول لقطتين ليه في الفيلم يوسف شاهين ركز على عجزه، عرجته، عرجته اللي هي بقت هوية تعريفه في مجتمع المحطة. قناوي الأعرج اللي بيحاول يكون البطل في حياة هنومة، بس هو الشخص اللي مش مؤهل إنه يكون البطل ده. ومنافسه أبو سريع، وحش الشاشة فريد شوقي اللي راكب عليه حدوتة زعيم الشيالين، البطل في عين هنومة. بيبدأ قناوي يخلق الصراع اللي بينه وبين أبو سريع اللي بيكون هو الطرف الوحيد فيه، وأبو سريع ما بيتعاملش معاه على إنه طرف في صراع هنومة أصلا. أبو سريع الباحث عن حقوق الشيالين، تحس كده إنه مولود اشتراكي من غير ما يفهم حاجة عن الاشتراكية. في مواجهة الزمن البائد، زمن الفهلوة ومشيها بالحب، الزمن اللي فيه اللي بيحكم الشيالين واكل حقوقهم. في حتة كده بتأكد لنا إن الفيلم ده في عهد عبد الناصر. عاوزين نعمل نقابة تلمنا وتضمن لنا لقمة العيش، هنفضل كده عايشين سداح مداح؟ عجبكم يعني الحال المايل ده؟ شفيق رزق اللي رجله اتكسرت الجمعة اللي فاتت حد يستاهل فيه؟ هنومة، ويا سلام على هنومة اللي تحس ان الدور ده ما تقدرش تديه لحد تاني غير هند رستم. هي هنومة اللي بتحارب عشان رزقها ضد صاحب البوفيه، اللي بتقدر تاكل بعقل الزبون حلاوة وبتخليه يشتري من ايديها من غير ما يحس، اللي بتختار الوقت اللي تضرب فيه ضربتها، اللي من غير ما تعمل حاجة قدرت تأسر قناوي وتخليه أسير ليها. الشخصية المتمردة. وعم مدبولي، عم مدبولي اللي عنده بتبتدي قصة قناوي وعنده برضه بتنتهي، هو الشخص السلبي، الشخص اللي بيسيب الدنيا تمشي زي ما تمشي، الشخص المتفرج. وزي ما هو متفرج سلبي بيدي القناوي بدون قصد الطريقة اللي هيكون فيها البطل والمحرك للحدوتة من خلال حدوتة الجريمة اللي بيحكيها له. رشيد عثر أحد الشيالين في محطة رشيد على صندوق خشبي متلطخ بالدماء، وعند فتحه وجدت بداخله جثة امرأة مقطوعة الرأس والذراعين. قناوي المحروم، العاشق لهنومة اللي بيحاول بكل الطرق إن يجذب انتباهها ليه، لأنه مش بطل في حياة نفسه، فبيقرر إنه يكون البطل، بيقرر إنه يكون المؤثر في القصة، بيقرر مش يعاقب هنومة على عدم حبها ليه وبس، بيقرر يعاقب الكل على تهميشهم ليه. بيقرر بعد ما كان شخصية على الهامش في حياة الكل إنهم كلهم يدوروا عليه خوفا على هنومة اللي تحت إيديه من مصير الموت. والسؤال هنا، هل قناوي مجنون؟ هل هو ضحية؟ هل هو فاعل ولا مفعول بيه؟ ويا ترى كام قناوي موجودين حوالينا؟ كام قناوي ممكن بغبائنا كمجتمع يتحولوا لقنابل موقوتة ممكن تضرب في وشنا؟ باب الحديد هو باب لعالم تاني، عالم واسع، عالم مليان علاقات بس كلها علاقات عابرة. الفيلم في مدته الصغيرة قدر يوريك حرفيا كل طوائف المجتمع بكل تنوعاتها الفكرية، الفلاحين، رجال الدين، الأغنياء، الفقراء، فرق المزيكا وغيره وغيره. حتى لما عرض لك قصة حب خلانا نشوفها من عينين قناوي،
كأننا بنشوف حلمه، قصة الحب اللي هو كان شاهد عليها، اللي ابتدت وانتهت جوه عينيه. سينما يوسف شاهين مساحة واسعة للكلام، سينما متنوعة، بس دايما هي السينما اللي بتحط قدام المشاهد أسئلة صعب جدا يجاوب عليها، لأن ما فيهاش خير مطلق أو شر مطلق، فيها اختيارات، وانت لو مكان بطل القصة كنت برضه هتتوه في الاختيار. يا ترى المحتوى اللي احنا بنقدمه مفيد بالنسبة لكم؟ ولو مفيد بالنسبة لكم يا ريت ما تنسوش الاشتراك واللايك. وبرضه لو وصلتوا للنقطة دي عايزين نعرف ايه رأيكم في السلسلة دي ووجهة نظركم حوالين فيلم النهاردة. سلام عليكم.